واش عمرك قلتي مع راسك انا ما تعبتش غير ما بقاش فيا النفس؟ كتفيقي مع العيا، كتنعسي مع العيا، كتضحكي قدام الناس وداخلك خاوي، ماشي حيت ما كتخدميش ولا حيت ضعيفه، ولكن حيت عطيتي كتر من اللازم وسكرتي على راسك بزاف. الاحتراق النفسي ما كيجيش فجأة، كيجي بشويه بشويه حتى كتوصلي لواحد النهار وتولي كتقولي بغيت غير نرتاح، ولكن حتى الراحه ولات صعيطه. في هذا البودكاست غادي نهضروا على الاحتراق النفسي بلا تهويل بلا تنظير، وغادي نتعلموا كيفاش نرتاحوا قبل ما يفوت الفوت. خلينا نفرقوا بين جوج حوايج، التعب والاحتراق النفسي. التعب العادي كيتصلح، كتنعسي، كترتاحي، كتشربي شي حاجه سخونه وكيخف. اما الاحتراق النفسي راه ما كيمشيش غير بالنعاس. الاحتراق النفسي هو ملي كتولي كديري كل شيء ولكن بلا طاقه وبلا نفس، كتفيقي وما كتحسيش بالراحه، كتكملي نهارك غير باش تكمليه، ماشي حيت عندك القوه. حتى الحاجه اللي كانت كتعجبك ولات ثقيله، الكلام، الخروج، الضحك، حتى التعامل مع الناس. واكثر علامه كتوضح هاد الحاله هي هادي، كتباني قدام الناس عاديه، ولكن في داخلك كاين واحد الصوت ساكت كيقول لك راه عييت وراه ما بقى فيا. الاحتراق النفسي ماشي ضعف، غالبا كيديروه الناس اللي كيحملوا بزاف، كيعطيروا في خدمتهم، في دارهم، في العائله، وكيأجلوا عاسهم ديما، وكيقولوا ماشي مشكل حتى كتولي المشكل كبير. وكيجي بشويه بشويه، ضغط كيتجمع، صمت كيتراكم، مسؤوليات كتكتر، وراحه كتأجل، حتى كتلقاي راسك وصلتي لمرحله ما كتقدريش تفسري مالك، ولكن عارفه باللي شي حاجه داخلك طاحت. في هذا الجزء الاول غير بغيتيك ديري سؤال واحد صادق، واش انا غير تعبانه ولا راه انا محترقه من الداخل؟ حيت ملي كتسمي الحاله بسميتها كتولي اول خطوه للراحه ولات ممكنه. الجزء الثاني، علاش كنحترقوا، الاسباب الخفيه اللي كتجمع حتى كتفجر. الاحتراق النفسي غالبا ما كيبداش بمشكل كبير، كيبدا كحوايج صغار كنستخافوا بهم، غير هاد الاسبوع، غير حتى ندوز هاد المرحله، غير حتى نكمل هاد الشيء، وكيبان لينا اننا كنقاوموا، ولكن في الحقيقه كنستنزفوا راسنا بشويه بشويه. أول سبب كيساهم بزاف هو الضغط المستمر بلا توقف، ملي حياتك كتولي سلسلة ديال واجبات، خدامة، مسؤولة، كتجري، كتقضي، كتسد الخصص، وما كاينش وقت فين كتوقفي غير باش تنفسي. العقل كيبقى شاعل نهار وليل، وداكشي اللي كيبان عادي اليوم كيتحول مع الوقت لثقل كبير، ما بقاش كاين فصل بين الخدمة والراحة، بين المسؤولية والحياة. السبب الثاني هو الإحساس بالمسؤولية الزايدة. كاينين الناس كيتعلموا من صغرهم خاصك تكوني قدها، خاصك تحملي، إلا ما درتيهاش انتي ما غاديش تدار، وكتولي كتعتقدي أن أي خلل غادي يكون غلطك انتي، كتولي كتحملي فوق الطاقة ديالك وكتخافي تقولي لا، حيت لا كتجيك بحر تقصير. السبب الثالث هو إرضاء الناس على حساب النفس، كتولي كتقيسي قيمتك برضا الآخرين، واش فرحتيهم، واش خديتي خاطرهم، واش ما زعلت شي واحد، وكتنساي بأن حتى انتي عندك حق في الراحة والحدود. ومع الوقت كتولي كتعيش بنظام أنا آخر وحدة، وهاد آخر وحدة كتخلص الثمن. كاين حتى سبب رابع كيكون خطير بزاف، الصمت على الألم. كاينين لحظات كنكونوا مجروحين، مقهورين، متقلقين، ولكن كنديروا بحال والو، كنضحكوا، كنخدموا، كنكملوا، وكنقول غادي تدوز. ولكن المشاعر ملي ما كتخرج بطريقة صحية كتخرج بطريقة أخرى، في الجسد، في الأعصاب، في النوم، في المزاج، في الغضب المفاجئ، فقدان الرغبة. وزيد عليهم سبب كيجمع كل شيء، ثقافة خاصني نصبر بلا حدود. الصبر زوين، ولكن إلا ما كانش معاه وعي وحدود كيولي استنزاف. كاين فرق بين نصبر باش ندوز مرحلة وبين نصبر حتى نضيع. بزاف ديال الناس كيستمروا حيت كيحسوا بالذنب إلا ارتاحوا، أو كيخافوا إلا توقفوا يبانوا ضعاف، أو كيحسوا أنهم إلا ما بقاوش كيعطيو باستمرار غادي يطيحوا في العين. والخلاصة اللي خاص تبقى واضحة في هذا الجزء، الاحتراق النفسي ما كيجيش من نهار واحد، كيجي من تراكمات، ضغط بلا توقف، مسؤولية زايدة، رضا الناس، صمت طويل،
وصبر بلا راحة، وكتوصل واحد اللحظة كتلقاي راسك كتقولي أنا ما بقى فيا، بينما الحقيقة هي أن فيك غير بقى قليل بزاف حيت ما خليتيش لنفسك حقها. الجزء الثالث، العلامات اللي خاصها توقفك دابا قبل ما يطيح كل شيء. الاحتراق النفسي ماشي ديما كيبان بحال انهيار واضح، بزاف ديال المرات كيجي متخفي، كتكملي كتخدمي وكتضحكي وكتقضي الغرض، ولكن كاينين علامات كتقولك بالواضح راه وصلتي لواحد الحد. المشكل هو أننا كنفسروها غلط، كنقولوا غير كسل، غير عصبية، غير مرحلة، وكتزيد كتكبر. أول علامة قوية هي فقدان الشغف. الحاجة اللي كانت كتفرحك ولا كتسخف عليك نهارك ولات كتجيك تقيلة بلا سبب، كتولي كتعطي غير بالحد الأدنى، وكتحسي راسك كتكملي غير باش ما يبانش. وهاد الإحساس كيجي معاه واحد الفراغ، بحال إلا الحياة ولات واجبات بلا معنى. العلامة الثانية هي العصبية على أبسط الأمور. كلمة صغيرة كتخرجك من طورك، صوت بسيط كيزعجك، طلب عادي كيحسك بالحمل، ماشي حيت انتي شريرة ولا ما كتحمليش، ولكن حيت الأعصاب ديالك ولات مشدودة بزاف وما بقى فيهاش مساحة. ملي كيكون الخزان عامر أي قطرة كتفيضو. العلامة الثالثة، العقل كيتعب، كتولي كتنساي بزاف، كتشتي بسرعة، كديري الحاجة وتنساي علاش درتيها، وكتحتاجي مجهود كبير باش تركزي. هذه ماشي غباء ولا قلة ذكاء، هذه نتيجة ديال ضغط طويل. الدماغ كيدير بحال مود سيرفي وكيهبط الأداء ديالو باش يحمي راسو. العلامة الرابعة، التعب اللي ما كيتصلحش، كتنعسي وكتفيقي بحال إلا ما نعستي، كتزيدي في القهوة ولا في السكر، ولا كتقولي غير نخدم حتى نتعود، ولكن الجسد كيبقى كيعطيك نفس الرسالة، راه ماشي غير نعاس، راه استنزاف. حتى الراحة كتولي ما كتجيبش النتيجة، حيت السبب مازال خدام من الداخل. العلامة الخامسة، الانسحاب والبرودة، كتولي ما عندكش النفس تهضري، كتجاوبي باختصار، كتفضلي تبقاي بوحدك، وكتحسي الناس تقال. وأخطر حاجة هنا هي ملي كتولي تقول أنا ما بقيتش كنحس بحال قبل، هذه كتكون إشارة أن النفس بدا كيحمي راسو بالإغلاق. العلامة السادسة، الإحساس بالذنب ملي كتفكري ترتاحي، كتقولي واش أنا نرتاح والناس خدامين، واش نطلب المساعدة، واش نكون غير كنزيد ندلع راسي، وكتكملي كديري كل شيء حتى كيطير منك النفس. هذا الذنب هو اللي كيسد باب الشفاء، لأنه كيخليك كتعاقبي راسك ملي كتحتاجي ترتاحي. العلامة السابعة، المشاكل الجسدية اللي كتجي بلا تفسير واضح، صداع متكرر، آلام في الرقبة والظهر، دقات قلب زايدة، ضيق نفس، معدة كتقلب، أو حتى أمراض صغار كيتعاودوا، حيت الجسد كيهضر ملي النفس كتسكت بزاف. الخلاصة ديال هذا الجزء، هاد العلامات ماشي عيوب فيك، هادو رسائل إنذار، وماشي شرط تسناي حتى توصلي للانهيار باش تقولي خصني نرتاح. أول ما تبان هاد الإشارات راه الوقت هو دابا، توقفي شوية، شوفي راسك واعترفي أن اللي فيك يستاهل اهتمام ماشي تجاهل. الجزء الرابع، كيفاش ترتاح قبل ما يفوت الفوت، خطوات عملية وبسيطة. أول حاجة خاصها ترسخ في بالك، الراحة ماشي مكافأة كتستاهليها غير ملي كتكملي كل شيء، وماشي رفاهية للناس اللي عندهم الوقت. الراحة هي بحال الماكلة والماء، إلا ما كانتش كتنقص وإلا مقسات بزاف كتطيح، وهادشي اللي كيوقع في الاحتراق، كتفضلي تعطي وتعطي حتى كيبدا الجسد والعقل كيقولوا صافي. باش ترتاحي قبل ما يفوت الفوت ما محتاجاش تغيري حياتك كاملة في نهار واحد، اللي محتاج هو تغيري الطريقة اللي كتدبري بها الطاقة ديالك، وهنا خطوات بسيطة ولكن قوية. 1، هبطي السرعة شوية، ماشي توقف كامل. كاينين ناس كيحسوا إلا ما وقفتش نهائيا ما غاديش نرتاح، ولكن الوقوف الكلي كيكون صعيب. اللي كينفع هو نقصي السرعة، ديري أقل وببطء أكثر، وركزي غير على الضروري. ماشي كل حاجة خاصها تكون مثالية، وماشي كل شيء خاصو يتدار في دقة واحدة. 2، ديري راحة قصيرة يوميا ولو 10 دقائق. ما تسنيش نهار العطلة باش ترتاحي، خدي في نهارك واحد لحظة قصيرة كتكون مقدسة، 10 دقائق ديال سكون بلا تليفون بلا دوشة، غير تنفس وتهدئة. الفكرة ماشي في المدة، الفكرة في الانتظام، بحال إلا كتعطي لراسك شحنات صغار باش ما توصلش للصفر. 3، حبسي النزيف، قولي لا لشي حاجة واحدة. إلا كنتي كتقولي نعم لكل شيء، راه الطاقة ديالك كتخرج بحال الماء من حنفية محلولة،
ما محتاجاش تقولي لا للناس كاملين، غير اختاري حاجة واحدة كتستنسك وقولي فيها ما نقدرش دابا، ماشي اليوم، عافاك عطيني الوقت. هادي ماشي قساوة، هادي حماية. 4. هضري على اللي فيك مع شي حد آمن. الاحتراق كيعيش في الصمت، ملي كتخرجي اللي فيك كتنقص الحمولة. ماشي ضروري تشرحي حياتك كاملة، غير قولي راه أنا ماشي مزيانة، حاسة براسي مستنزفة، خصني غير نفهم شنو واقع. وإلا كان ممكن حتى المساعدة المهنية، مستشار طبيب نفسي، كتكون خطوة زوينة بالحشومة. 5. رجعي الجسد للهدوء. في الاحتراق النفسي الجسد كيبقى في حالة توتر حتى إلى العقل كيسكت. جربي شي حاجة بسيطة بحال تمشية خفيفة، تمدد، دوش دافي، تنفس عميق أو ترتيب بسيط للغرفة. ماشي باش تصلحي حياتك، غير باش تعطي للجسد إشارة راه الأمان رجع شوية. 6. نزلي التوقعات ديالك على راسك. واحد من أكبر الأسباب اللي كتخلي الناس ما كيرتاحوش هو خاصني نبقى قوية، خاصني ندير كل شيء، خاصني نكون قد الصورة. دابا الوقت باش تبدلي الحوار الداخلي، ماشي خاصني، ولكن شنو نقدر اليوم. اليوم يمكن غير 60% وماشي عيب. راه الشجاعة في الاحتراق هي أنك تقبلي النقصان باش ما تطيحيش كامل. 7. كتبي شنو كيسرق طاقتي وشنو كيعمرني. ورقة وقلم، سطرين. حوايج كتهبطني، أشخاص، التزامات، أفكار، عادات. حوايج كتعمرني، سكون، قرآن، دعاء، قهوة بهدود، ماشي موسيقى هادئة، ضحك. ومن بعد ماشي خاصك تغيري كل شيء، غير زيدي المعمر شوية ونقصي السالق شوية. هذا التوازن الصغير مع الوقت كيدير فرق كبير. الخلاصة، الراحة ماشي قرار مرة واحدة، الراحة هي نظام صغير كيشميك كل نهار. وإلا بغيتي تكوني قوية على المدى الطويل خاصك تتعلمي ترتاحي قبل ما يطلب منك جسدك الراحة بالقوة. الجزء الخامس: كيفاش نبنيو حياة بلا احتراق على المدى الطويل. دابا وصلنا لواحد الفكرة مهمة، ماشي الهدف غير نرتاح شوية ونسالي، ولكن الهدف هو نبنيو طريقة عيش كتخلينا ما نرجعوش لنفس الدوامة. حيت بزاف ديال الناس كيرتاحوا أسبوع ولا شهر ومن بعد كيرجعوا لنفس الضغط ونفس الأسلوب، حتى كيتعاود نفس الاحتراق. يعني خاصنا ما نخدموش غير على الأعراض، خاصنا نخدمو على الجذور. 1. بدلي السؤال، ماشي شنو خاصني ندير، ولكن شنو خاصني نحبس. حيت الاحتراق كيجي بزاف من كترة كنزيد مسؤوليات، كنزيد وعود، كنزيد واجبات، كنزيد توقعات، وقليل اللي كنقولوا شنو غادي نقص. ديري لراسك عادة أسبوعية، اختاري حاجة وحدة غادي تخففيها ولا تحيديها، موعد ماشي ضروري، خدمة كتقدري تفوضيها، عادة كتستنسفك بحال التليفون بزاف، أو حتى حديث داخلي قاسح على راسك. 2. بني حدود واضحة، بلا صراع وبلا شرح بزاف. الحدود ماشي حرب، الحدود هي نظام، ماشي ضروري تقنعي الناس كاملين، غير قوليها بهدوء وبثبات. ما نقدرش دابا، خاصني وقت لراسي، نرجع عليك من بعد. اللي كيبغي مصلحتك غيفهم، واللي ما فهمش غالبا كان مستفد من أنك كتقولي نعم ديما. 3. رجعي المعنى لنهارك. في الاحتراق الحياة كتولي غير واجبات، وعلى المدى الطويل النفس كتحتاج معنى باش تعيش بخفة. المعنى ماشي شرط يكون شي حاجة كبيرة، ممكن يكون بسيط، وقت قصير للقرآن أو الدعاء، صدقة ولو صغيرة، مكالمة مع شي حد كتحمليه معاه، هواية كترد ليك النفس، تعلم حاجة كتفرحك، غير حاجة كتقول لروحك راه حياتي ماشي غير خدمة ومسؤوليات. 4. تعلمي تفرقي بين القيمة والإنتاج. كاين ناس كيربطوا قيمة راسهم بشحال كينتجوا، إلا خدمتي بزاف أنا مزيانة، إلا ارتحيت أنا ناقصة، وهذا الربط هو اللي كيقتل. انت قيمتك ثابتة ماشي حسب الشغل ديالك. ملي كتولي كتآمني بهذه الفكرة كتولي الراحة ما كتجيكش بحال ذنب، كتجيك بحال حق طبيعي. 5. نظمي الطاقة ديالك بحال الفلوس، بحال كتخططي للمصاريف خاصك تخططي للطاقة. في نهار واحد ما تقدريش تعطي 100% في كل شيء، خدمة، دار، ناس، ولاد، مشاعر، علاقات، كاين واحد المجال غادي يربح وواحد غادي ينقص. ديري ميزانية طاقة، شنو هو الضروري اليوم، شنو يمكن يتأجل، شنو يمكن يتدار بنصف مجهود، وسمح لراسك بالحلول البسيطة ماشي ديما الحلول الثقيلة. 6.
راقبي الإشارات وسمعيها بكري. ملي تبدأ تحسي بالعصبية الزايدة، بالنوم اللي ما كينفعش، بالتقل، بفقدان الشغف، ما تقوليش غادي تدوز، قولي هاتشي رسالة وخذي خطوة صغيرة مباشرة. نقصي برنامجك، خدي نهار خفيف، قولي لا لشي التزام، رجعي شي حاجة كتفرحك. الوقاية هنا كتجي من التدخل بكري، ماشي من الصبر حتى للنهاية. 7. رجعي الرحمة لراسك، راها ماشي دلع. بلا رحمة مع النفس أي نظام غادي يطيح. الرحمة هي أنك تقولي أنا إنسانة، كنغلط، كنعيا، كنحتاج، وأنك تتعاملي مع راسك بحال ما كتتعاملي شي حد كتحبيه، كتفهميه، كتخففي عليه، ما كتزيديش تضغطيه وهو طايح. هذه هي القوة اللي كتطول، ماشي الصلابة اللي كتكسر. الخلاصة ديال الجزء الخامس: الحياة بلا احتراق ما كتعنيش حياة بلا مسؤوليات، ولكن كتعني حياة فيها توازن، حدود، معنى، رحمة، ووعي بالطاقة. وراه أهم جملة ممكن نخرجوا بها من هاد السلسلة هي: ما خاصنيش نوصل للصفر باش نسمح لراسي نرتاح. قبل ما نساليو، بغيتك توقف معايا لحظة وتفكر، واش انتي كتعيش حياتك ولا غير كتقضي فيها؟ حيت الاحتراق النفسي ماشي عيب وماشي ضعف، راه انذار. كيقولك راك عطيتي بزاف وما بقاوش كيعطيو ليك، كيقولك راك نسيتي راسك في وسط كلشي، وكيقولك حاجة وحدة واضحة: خصك ترتاح قبل ما يفوت الفوت. ما تسناش حتى يطيح الجسد، ولا حتى يبرد القلب، ولا حتى تولي كتقول ما بقيتش كنحس. حيت الراحة ماشي نهاية الطريق، الراحة هي اللي كتخليك تكمل الطريق. واخا تكوني اليوم غير قادرة دير غير خطوة صغيرة، 10 دقائق ديال صمت، كلمة لا في بلاصة وحدة، طلب مساعدة، ولا غير اعتراف صادق: أنا محتاجة نتهلا في راسي، راه هادي بداية كبيرة. وتفكر، انتي ماشي آلة، انتي إنسانة، والإنسانة اللي كتهلا في راسها كتقدر تهلا في اللي كتحبهم بلا ما تحرق راسها. إلا عجبك هاد الكلام وخصيتي راسك فيه، خلي لينا تعليق: شنو أكثر علامة كتعيشها دابا؟ وشاركي هاد الحلقة مع شي حد كتظني محتاج يسمعها بلا ما تقوليه ليه مباشرة. بقاو بخير وبسلام، في داركم، دارنا بسلام.